يقول لكم جدكم علي راح المهرجانات وراح الأسواق وأرى شيء ما هو في السنة، وأقول يا بنات اتقوا الله عز وجل، وكل رب أسرة اتق الله في أولادك وفي بناتك وخاف الله. ما ألوم الشباب، لا صارت الوحدة وهبت لها من هذه اللي في أياديها وقالت باللي في عينها هذه العدسات، وهبت لها من التلاوين هذه والشخابيط. أنت سارية صهرة، معك جواز، معك شيء، سارية تفتنين الشباب. هو اللي معاش، هو هذا رب الأسرة اللي معاش، اللي تمشون بهبيل وحبل في حلقه وخليه يمشي. من مكيجين وجيههم مهبلهم من هذه الشخابيط في عيونهم، مركبنها في أظافرهم، وصارت الوحدة وقالت بروحها ومشتها وهو وراها يمشي. وقالوا الشباب عليهم وترقيق وحركات أقول خاف الله. الله يا جدكم علي إنه صار المهرجانات وصار الأسواق وصار الشارع، أرى شيء ما هو في السنة والله. وبعد غياب الهيئة، يا الهيئة فينكم والله، يا صار ما هو أمانة. والله مع باقي الله يحتضنها، والله إنه جالس كذا ويسولف وهناك والأب هناك يأكل ويشرب ويرجع، وهذا إلا من هنا. أقول خاف الله واتقوه، صلى الله إنه يرد هذه الهيئة، والله إنها ونعم، والله ونعم إنها صح. أيوة الهيئة تلزمها، والله يشوفوا من هناك كذا يرتبك. فينك يا الهيئة عن شيء أريناه منكر، الله المستعان. بس ندري إن كلامي ما بيعجبكم، لكنها حقيقة والله يا أخوان إنها حقيقة، إنها صارت منكرات وصارت أمور، لكن نسأل الله السلامة. فأقول يا شاب وراك عار، وأنت يا بنت اتق الله وخافيه. تسرين السوق وتهبلك من هذه الحاجات ليش؟ أنت سارية سهرة، سارية زواج، ولا المهرجانات، ولا تغرين الشباب وتجذبنه لك، وقولي تحرشوا بي وسووا بي وفعلوا بي. أنت السبب والله. وحده انها معباه، وهذه اللي ما حد يعين لها، لكن لو خرجتي مفاتنك تأكد انهم بيجونك. اي والله الحلاوة وهي حلاوة لهي مقرطسة ما حد اجاها، ولكن لقدها مكشوفة اجت الذبابين عليها. فلا تكشفين نفسك وتستري، والستر قد سترك الله ابوه، وخافيه واتقيه. ورسالة لكم انتم يا ايها الاباء فبناتكم خافوا الله فيهم، ولا أقول لكم حبل وخلوا يسحبون بكم. اي والله، لكن